السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. معلش الفيديو نزل متأخر، معلش كنت تعبانة شوية. هعمل معاكم عاشور. جبت 4 كيلو قمح، نقيته. هحط عليه معلقة رز. هحط معلقة رز، هقلبهم على بعض وهروح اغسله عشان اسلقه. حطيت مية في حلة ورحت حاطة فيها القمح بالرز اللي انا غسلته. انا ما نقعتش القمح، انا القمح غسلته وحطيته في الحلة. هسيبه بقى يغلي غلوة واحدة اهي. اول ما يغلي هطفي عليه واسيبه بقى بميته السخنة دي لغاية لما يبرد خالص. هو لما يبرد زي كده اهو بتلاقيه نفش القمح، وطبعا معلقة الرز اللي انا حطيتها بتدي قوام لمية القمح. بعد كده هشغل عليه النار تاني عشان احط له بقى اللبن والنشا والسكر والحاجات دي، وهسيبه بقى يغلي. اول ما يغلي اهو غلوة واحدة برضو، اكون معايا لتر لبن. هحط له 3 معالق كبار نشا واقلبهم، واروح حطاهم على القمح او العاشورة اهو، واقلب بقى كويس عشان ما يحصلش تكتلات. يبقى انا ما نقعتش العاشورة او القمح في الاول، انا غسلت بس القمح ورحت مدياله غلوة واحدة وسبته بقى يتنقع في المية اللي هي المغلية دي اللي انا غليته فيها. هو بقى لوحده بيفتح ويبقى زي ما انتوا شفتوه كده. حطيت مع كوباية ونص سكر، او زي ما انت عايزة السكر ده بقى حطي يعني. انا حطيت كوباية ونص، واول ما يغلي كده هطفي عليه بقى اهو. ده قوام. هطفي بقى عليه واحط له كيس فانيليا واغرفه بقى في الاطباق اهو. غلي اهو. طفيت بقى عليه، احط له كيس فانيليا واقلبه واغرفه بقى في الاطباق. ولو عايزه تشربوها بليله اهو، هي كده بقت بليله خلاص. هنا بقى انا غرفتها في الاطباق اهي. بيبقى القوام بتاعها حلو، ولا تقيل ولا خفيف، القوام الكريمي الجميل ده. وتحط لها بقى زبيب، مكسرات، جوز هند، اي حاجه اللي انت عايزاها تحطيها. يا رب الطريقه تكون عجبتكم، وهي طريقه سهله جدا وسريعه كمان، ما بتاخدش وقت. عشان انا مش بنقع ولا حاجه، طريقه جميله وسهله. قوامه جميل وكريمي، كان طعمه في منتهى الجمال. متنسوش الاشتراك واللايك.